رسائل في رمضان فقرة آثرنا أن نقدم فيها همسا علنا نلامس قلوبا كساها غبار الغفلة ونزيح عنها الصدى. في زمن كثرت فيه الأضرحة والقباب والتوسل للشيوخ ومدعو المعجزات وخوارق العادات، يبرز نور واحد لا يشبههم، كان كما وصفه ربه قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشرية خالصة ووحي يربطه بالسماء. في السنة العاشرة للهجرة، وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فجع بوفاة آخر أولاده ولده إبراهيم من مرية قبطية، وكان طفلا رضيعا لم يتجاوز العامين. دخل النبي على ابنه وضمه على صدره ودمعه يسيل على خده، وقال الكلمة الخالدة التي تجمع بين البشرية والتسليم: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي ذات اليوم وقت دفن إبراهيم في البقيع حدث أمر جلل، انكسفت الشمس كسوفا كليا فخيم الظلام على المدينة في وضح النهار، فأسرع الناس يطلقون تفسيرهم العاطفي وهم يستبشرون: إن الشمس انكسفت لموت إبراهيم، هذه معجزة والطبيعة تشارك النبي حزنه. هنا اللحظة الفارقة، هنا يظهر الفرق بين طالب الدنيا وصادق النبوة. لو كان محمد صلى الله عليه وسلم من أدعياء المعجزات كشيوخ اليوم وحيرانهم، لكانت هذه فرصة ذهبية لا تعوض للتلميع والأضواء والخرافات وتضخيم الذات. لكنه النبي الصادق هرع لتصحيح هذا الفهم الخاطئ فورا، جمع الناس وخطب فيهم قائلا كلمته المشهورة التي سجلها التاريخ بأحرف من نور: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. وهنا يتجلى التوحيد الخالص، إنه يضرب بيده من حديد على كل خرافة ويرد الأمر كله لله الواحد الأحد، ويحول أنظارهم من الحدث الأرضي إلى عبادة خالق الكون. ولكم أن تقرنوا الحدث بما هو ماثل، وما نجده من شيوخ اليوم والحواري. رفض النبي أن يستغل عاطفة الناس، ورفض أن ينسب لنفسه ما ليس من عند الله، فلو كان في طبعه الادعاء التمس في هذا الحدث الجلل سببا للدعاية لنفسه وذريعة لتعظيم شخصه. تلك هي سيرة المصطفى، نقية كالشمس في كبد السماء، لم يكن يبحث عن معجزة يصنعها، بل كان هو المعجزة بخلقه وصدقه كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وصلوات ربي وسلامه عليه، ما أصدقه وما أعظمه.